والعقد في هذه الدعوة المباركة، في هذه البلدة المباركة، أعلن في هذا المكان المبارك عن بدء الانتفاضة السلمية للدعوة السلفية. أعلن عن بدء الانتفاضة السلمية للدعوة السلفية، انتصارا للشرعية، انتصارا لشرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الأحبة، سترون غدا بإذن الله سبحانه وتعالى المؤتمر الأول بحاشد الذي سيعقد بإذن الله عصر غد بجوار هذا المسجد، ونهيب بالجميع أن يحضر وأن يبلغ الحاضر الغائب، وستتلوه مؤتمرات في جميع مراكز هذه المحافظة نصرة بهذا المضمون الذي ربما اشترك الجميع في ظلمه حتى نحن قد اشتركنا في هذا واستدرجنا إلى هذا. ووالله ليس من عيب أن يحكمنا الإخوان المسلمون، ووالله ليس من عيب أن يظلمنا الإخوان المسلمون، فإننا إن كنا نتحمل عبدة الصليب، كنا نتحمل الذين يريدون أن يرفعوا الملاحدة فوق أهل الإسلام، لا والله إننا نرفع إخواننا من الإخوان المسلمين فوق رؤوسنا على أكتافنا، طالما أنهم سينصرون شرع ربنا. ووالله إن لم ينصروا شرع الله لخرجنا ضدهم أيضا في انتفاضة سلفية سلمية. لذلك أيها الأحبة، أعلن لكم قرار الدعوة السلفية في مطروح، وبإذن الله سبحانه وتعالى ربما يكون هو القرار للدعوة السلفية في جميع المحافظات بإذن الله. أبشروا وأملوا، وجزاكم الله خيرا يا من أحسنتم كظم غيظكم، يا من أحسنتم تجرع مرارة الغيظ والتزمتم ولم يحدث منكم أي انحراف وظلمتم. نقول بإذن الله سبحانه وتعالى ستنتصر الشريعة، وسينتصر كتاب الله، وسيطبق شرع